اغرب 10 ديال الحيوانات كيربيهم الانسان في دارهم، ومركز الزواج غيصدمك ديال بصح. المرتبه العاشره عندنا الثعلب. الشكل ديالو مهيب بحال الكلب، والحركات ديالو خفيفه بحال المشوش، غير هو المشكل اللي فيه انه الصوت ديالو كيسطع وريحته ماشي افضل حاجه. في المركز التاسع الراكون، ذكي بزاف ونصاب محترف، هاد الضبال كتغفل عليه شي دقيقه حتى راه غادي يحل الثلاجه ويصفيها. مورا عندنا الهامستر، ظريف ومسالم في المراقبه ديالو، ولكن المشكل الوحيد انه كائن ليلي، يعني فاش غتنعس انت هو عاد غيبدا النشاط. في المرتبه السابعه عندنا السحالي الملونه، كيتعتبر واحد التحفه فنيه في الدار، حيت راسها ما كدير لا ريحه لا غوات، ولكن المشكل اللي فيها انك تاكل غير الحشرات الحيه، يعني خاصك تربيهم معاها. المركز السادس عندنا عنكبوت الروتيلا، الخيار المفضل للميغازا، حيت مهيب وراسي ومحتاج منك غير وجبه واحده في السيمانه. توب 5 السلاحف المائيه، كتعيش معك حتى ل 50 عام. عندنا نسناس خصلتين البيضاء، كيحسك بحال عندك شي بالصغير في الدار بالحركات ديالو اللي كتضحك، ولكن عندك تعصبو حتى شي يقدر يخسر لك الديكور ديال الدار كامل. المركز الثالث عندنا النمس، اي حاجه عملت لك في الدار في الغالب غتلقاها تحت السداري. المركز الثاني عندنا تعبان البايسون، عنوان الفخامه، حيوان مثالي الناس اللي ما عندهاش الوقت حيت راسي بزاف، بشرط انك توفر له وجبات مجمده ديال الفيران. اما في الطوبون عندنا السمور، اللقب ديالو هو الذهب اللين، حيت الفرو ديالو غلا من الحرير، مقابل الشراسه ديالو كتخليك الف مره تفكر قبل ما تقرب لجهته. ما تنساش تكتب لي في التعليق الا خيروك واحد من هاد الحيوانات شنو غادي تختار. ما تنساش معك واحد لايك وفولو، وتهلاو في راسك.